وبكده نكون عملنا احلى فتة موزة في اقل من 10 دقايق. ويلا بينا اقول لك هنحتاج ايه. موزه ضاني او بتلو من عند اي جزار. هحتاج جزرايه متقطعه شرايح تخينه، محتاج بصلايه، محتاج نص طماطمايه، فصين من الثوم، كل ده عشان اعمل فيه الشوربه بتاعتي، حبهان وقرنفل ولا غار. اول حاجه عندي حله سخنه قوي كده على النار، هبتدي انزل عليها بالجزرايه وكمان قرن من الفلفل الحامي وده اختياري، فصين من الثوم، نص طماطمايه ونص بصلايه بالشكل ده، قرنفل، حبهان، ورق لوري، ودي مكعب مرقه اختياري. وبطل الحلقه بتاعنا الموزه بتاعتي، نص معلقه من الفلفل الاسود. ودلوقتي هنغطيها لمده ساعه ونسيبها تستوي على نار وسط. يلا بينا نشوف هنعمل رز الفته ازاي. احتاج كوبايتين من الرز وربع كوبايه من اللبن. عندي حله سخنه على النار، هبتدي انزل فيها الاول بمعلقتين من الزيت، معلقه زبده كبيره. بعد ما الزبده بتاعتي ساحت بالشكل ده والزيت، هبتدي انزل عليهم بكوبايتين من الرز مش مغسولين. ابتدي اول حاجه اعملها معلقه كبيره من الملح، كوبايه كبيره من الشوربه بتاعه الموزه اللي بسلق فيها الموزه بتاعتي. جه دور معلقتين اللبن، واول ما يعمل معايا بالشكل ده كده ويبتدي يتشرب هغطي عليه، وعقبال ما الرز يستوي تعالوا نعمل الصلصه بتاعه الفته. طاسه عندي سخنه على النار، هبتدي انزل عليها بمعلقتين كبار من الزيت ومعاهم كمان حته زبده. اول ما الزبده بتاعتي ساحت كده مع الزيت هنزل عليهم بمعلقتين كبار من الثوم المفروم بالشكل ده، ربع معلقه من الكزبره الناشفه، ومعاها معلقه صلصه طماطم، وكمان معايا ربع كوبايه من الشوربه اللي عملت بيها الموزه بتاعتي. وهبتدي ان انا اقلب كل المكونات دي في بعضها بالشكل ده. نص معلقه من الملح، من الفلفل الاسود المطحون، رشه بسيطه من جوز الطيب. قبل ما اوريكم الموزه بقى شكلها عامل ازاي، ده كان رغيف عيش شامي عندي في التلاجة. بعد ما قطعته مكعبات صغيره حطيت عليه معلقه ثوم ومعلقه من الزبده، فضلت اقلب فيه وطلع معايا في الشكل ده بالاخر. الرز بتاعنا خلاص شرب ميته كلها، شايفين مفلفل ازاي واستوى معايا. تعالوا بقى بعد ما اوريكم ساعه كامله عدت على الموزه بقت عامله ازاي، وتعالوا يلا نحضر احلى طبق فته. شايفين الجمال؟ ايه الحلويات دي وايه الطعم دي؟ شايفين الموزه بقى شكلها عامل ازاي، والشوربه بتاعتها بقت ولا اروع. يلا بينا نحمرها سوا. كل اللي هحتاجه مكعب زبده كبير او معلقه سمنه، معلقه كبيره من الزيت. هبدا انزل عليهم بالموزه بتاعتي دي كده بعد ما حمرتها معايا في الطاسه. وممكن كمان اعمل الخطوه دي ان انا ادهنها معلقه زبده خفيفه وادخلها تحت الشوايه في الفرن. اول حاجه معلقه سمنه سيحتها وحطيتها في الطبق اللي هغرف فيه. كده انزل كده بشويه من العيش بالشكل ده. كمان معايا الرز بتاعي، شايفين مفلفل ازاي ولا اروع من كده. يلا بينا نغرف. كمان باقي عندي شويه العيش دول هاخدهم كده على الوش عندي بالشكل ده. الصلصه بتاعتنا اللي احنا جهزناها بالشكل ده كده هبتدي اخدها، احط الكميه اللي انا عايزها، وبكده نكون عملنا احلى فته في اسرع وقت. وكل سنه وانتم طيبين. ولو عجبكم الوصفه ما تنسانوش بلايك وشير سبسكرايب فولو لكل منصاتنا، وهستناك تقولي رايك تحت في الكومنت.